مواجهة الحيوانات المفترسة شي حاجة كلنا ممكن نطيحوا فيها، ولكن باش تواجه حيوان مضروب بالممنوعات هذه بصراحة نادرة بزاف. تخيل معايا يا عزيزي المشاهد أنك راسك في واحد الغابة محاصر بالتماسيح، والمفاجأة الكبيرة هي أن هاد التماسيح مدمنة، وبسبب هاد الإدمان السرعة ديالها تزادت بزاف. دابا شنو غادي دير؟ كيفاش غتقدر تنقذ راسك من هاد الغابة؟ هادشي كامل اللي غادي نعرفوه في الفيلم ديالنا ذا بايو. كتبدا قصة الفيلم في واحد المستودع كاين في وسط الغابة، كانوا فيه كيصنعوا الممنوعات. كنشوفوهم وهما كيقادوا في المواد المخدرة، ولكن فجأة البوليس هجم على هاد البلاصة. بسبب هاد الهجوم المواد المخدرة طاحت كلها في الوادي وتلوث الوادي كامل. ودابا ندوزو لبلاصة أخرى كنشوفو فيها قسم ديال الدراسة، والأستاذة كتشرح للتلاميذ على الحيوانات المفترسة. هاد الأثناء كتبان لينا واحد الطالبة سميتها كايل، وكايل ما كانتش مركزة مع الأستاذة في الحصة. ومن بعد ما سالات المحاضرة تلاقات كايل بصاحبتها اللي سميتها أليس، وقالت ليها أليس غادي نمشيو في واحد الرحلة مع صحابنا اللي هما سام ومليكة باش نطروا الرماد ديال جيمي. وبالفعل مشاو للرحله ووصلوا للفندق باش يرتاحوا فيه ديك الليله. وفي هاد الاثناء قالت اليس لكايل عافاك حاولي تنسي داكشي اللي فات وما تبقيش عايشه غير في الماضي، حيت خوك جيمي صافي راه مات والحزن ديالك ما غاديش يرجعوا لك نهائيا. وكايل قالت ليها الناس كتقول نسي اللي فات بحال الا الامر زعما راه ساهل. كايل تعصبات منها وخلاتها ومشات. تما كايل خرجت على برا وشافت الفيديو ديال جيمي باش كان معاها وكان كيبغيها ومهتم بها. في هاد الوقيته كايل تاثرات وبدات كتبكي. في اليوم الثاني ملكه جات وفيقاتهم كاملين باش يكملوا الطريق ديالهم. من بعد خرجوا ووصلوا للمحطة. في هاد الاثناء كايل خرجت ولقات جورنال مكتوب فيه تحذير من هجوم التماسيح، وفي نفس الوقت شافت واحد الراجل كبير في العمر قال ليها ردي البال من التمساح الكبير. وكايل خافت منه وما عجبهاش الحال. من بعد كايل وصحابها مشاو لخطوط الطيران باش يسافروا لفلوريدا وينطروا الرماد ديال جيمي. في هاد الاثناء تلاقاو بفرانك. سام لاحظ باللي فرانك غارب الاطوار وخاف منه، ولكن تفرض عليه يسكت باش يكملوا الرحله ديالهم. من بعد فرانك داهم في واحد الرحله جويه لفلوريدا، ولكن اثناء الرحله واحد من الركاب سميتو روفرز كان كيهضر في التليفون، والناس تما خافوا وقالوا ليه واش ما لاحظتيش حنا راه في السما دابا، راه ما خاصكش تهضر مع حتى شي واحد في التليفون. ولكن هو ما تسوقش ليهم، وبسبب هادشي الطياره فقدات التوازن ديالها وطاحوا وسط واحد الواد، وتم الطياره تفرقعات وتشتتات. ملي فاقوا عرفوا باللي كاين جوج ديال الاشخاص مفقودين، رولينيكس والطيار راي. هما كانوا متوقعين باللي غادي تجي شي فرقه ديال الانقاذ وتنقذهم، ولكن كايل قالت لهم باللي هاد الطيران راه رخيص وغير رسمي، داكشي علاش حتى واحد ما غادي يعرف حنا فين كاينين دابا. فرانك قال لهم يلا نمشيو للشمال ممكن نلقاو شي ناس تما. في هاد الاثناء اليس لاحظت شي حاجه في الغابه، داكشي علاش مشات لديك البلاصه وتفاجات ولقات البيض ديال التماسيح. من بعد قررت انها تجمعهم باش تبيعهم. في نفس الوقت فرانك شاف صاحبه راي خارج من الواد، وفرانك مشى كيجري عنده نيشان، ولكن قبل ما يوصل ليه جا التمساح وكلا راي بواحد الطريقه بشعه بزاف، وهما تخلعوا وترعبوا وقرروا انهم يبعدوا من ديك البلاصه نهائيا. من بعد كنشوفوا رولينيكس وهو ميت جنب الغابه، ولكن هما ما لاحظوش الوجود ديالو. ودابا كنشوفوا التمساح وهو غادي للعش ديالو، واكتشف باللي البيض ديالو مختفي. من بعد كايل وصحابه بقاو غاديين، وملي جا الليل قرروا انهم غادي ينعسوا في الغابه. وفي نفس الوقت روفرس جاه واحد الاتصال وبقى كينقز ما قداتو فرحه، ولكن فجاه التمساح هجم عليه وكلاه. وملي جا الصباح شافوا روفرس وهو ميت بواحد الطريقه بشعه. وتما كايل قالت لهم باللي التماسيح ما كتهاجمش البشر بدون سبب. تما فرانك قال ليها انا سمعت اشاعات كتقول باللي التماسيح هنا كدير شي تصرفات غريبه، وباللي شرسه وعدوانيه بزاف وما كتهاجمش على قبل الماكله، كتهاجم غير على قبل القتل وصافي. في هاد اللحظه شافوا كوخ بعيد عليهم ومشاو نيشان قاصدينه، ولكن ملي وصلوا التماسيح هجمات عليهم. من بعد بداو كيجريو بالزربه وقدروا انهم يدخلوا للكوخ ويسدوا عليهم. وفي هاد الاثناء قرروا انهم يبقاو في الكوخ ويتبادلوا الحراسه. وملي جا الليل كايل نسات وحلمت بخوها جيمي، وهنا غادي نعرفوا ان جيمي مات ملي كان كيحاول ينقذ واحد العائله ملي كانوا هجموا عليهم شي شفاره. في اليوم اللي موراه سام فيقها من النعاس ووراها الخريطه، وقال ليها لقيت هاد الخريطه في الكوخ. ومن خلال الخريطه عرفوا باللي كاين واحد المستودع بعيد عليهم بمسافه ديال الاميال، ولكن تما ملكه جات وقالت ليهم الكوخ امن وما خاصناش نخرجوا منه. وكايل قالت ليها ما عندناش الماكله وغادي نموتوا بالجوع الا بقينا هنايا. وعلى الرغم من ان روزي كانت مصابه، ملكه تعصبت وقالت ليها جينا على قبل اننا نطروا الرماد ديال خوك جيمي اللي مات بسببك. وكايل في هاد اللحظه ناضت دابزت معاها. من بعد فرانك وقفهم وقال لهم خاصنا نركزوا على الحاضر وخاصنا نعرفوا شي طريقه امنه باش نخرجوا من هنايا في اسرع وقت ممكن. من بعد ناض سول كايل وقال لها كيفاش نقدروا نتفاداو هاد التماسيح. وهنايا كايل قالت ليه الا واجهتيه وشاف فيك مباشره خاصك تهرب وتجري بطريقه مقاده ماشي عوجه، اما الا طول فيك الشوفه وما هجمش عليك فراه غير تهنى، حيت هنايا ما غاديش يهجم عليك نهائيا. ولا مشى حتى شدك التمساح ما تضيعش الطاقه ديالك وتحاول تحرر راسك. كل اللي عليك ديرو هو انك تضربوا على نيفو ضربه قويه ولا على عينيه مباشره. وعزيزي المشاهد هاد الهضره راه حقيقيه 100%. في حاله الا تلاقيتي مع شي تمساح شي نهار
كل اللي عليك ديرو هو انك تطبق هادشي اللي كتقول كايل. من بعد هما تشجعوا وخرجوا من الكوخ، وفي الطريق وصلوا للواد والصدمه ان الطريق الوحيد باش يدوزوا للجهه الثانيه هو عن طريق داك الواد بوحدو. تما كايل قالت لهم خاصنا نصاوبوا شي قارب، ولكن مالكا رفضات وقالت لهم ما نقدروش نوقفوا هنا ونصاوبوا قارب حيت التماسيح غادي تهجم علينا الا بقينا واقفين هكا. وكايل قالت ليها بسبب الشتا ديال البارح في الليل الحراره مرتفعه والتماسيح ما كتقدرش تنظم الحراره ديال الجسم ديالها، وهذا الشيء كيعني انهم دابا كيبردوا الجسم ديالهم وما غاديش يخرجوا في الحراره. من بعد اقتنعوا وبداو كيجمعوا الخشب من الغابه. في هذا الاثناء اليس سمعت صوت تمساح ومشات عنده وضرباته، ومن بعد مشات عند صحابه وقالت لهم التماسيح جايين وخاصنا نهربوا من هنايا دابا. هنايا نيشان طلعوا في القارب وبداو كيجدفوا بالزربه. في هذه اللحظه روزي عرفات باللي ما كاينش شي مهرب من هاد التماسيح، داكشي علاش قررت انها تضحي بحياتها باش صحابها يوصلوا سالمين. وبالفعل تلاحت في الوادي وللاسف روزي ماتت. اما صحابها فراه قدروا انهم يقطعوا الواد ويوصلوا للمستودع، وملي دخلوا ليه عرف فرانك باللي هاد البلاصه ديال تجار المخدرات. داكشي علاش حاول يمنع مالكه باش ما تدخلش لداخل، ولكن مالكه ما سمعش الهضره ديالو ودخلت. من بعد كلهم قرروا انهم يتبعوا مالكه ويدخلوا حتى هما. في هاد اللحظه فرانك دا مالكه لواحد البلاصه معزوله وقال ليها انا راه كنعرف دوك الامثال ديالك اللي كيستغلوا اي وحده على قبل مصلحتهم، وانت جايه دابا كتحاولي تستغلي كايل وكتنتقديها. من بعد دفعها من فوق الدروج وهي واخا هكاك بقات شاده في الدروج، وفجاه جات تمساح وكلا فرانك. من بعد تواني كايل سمعت صوت مالكه وجات عندها وجراتها. من بعد مالكه بدات كتبكي واعتذرت لكايل على التصرفات ديالها. وفي هذا الوقت مشاو لواحد من البيوت اللي كاينين تما ولقاو التماسيح ناسا. كايل قالت لهم بقاو هادئين وتمشاو غير بشويه. كايل مشات قدامهم وقدرات انها تدوز من فوق التماسيح، والاخرين حتى هما دازوا. ولكن ملي جا الدور ديال سام التمساح فاق وهجم عليه وقتلو. في نفس الوقت كايل قدرات انها تلقى اشاره واتصلت بالطوارئ، ولكن فجاه الضو طفى عليهم. من بعد نيشان خرجوا من الباب اللوراني. وفي هذا الاثناء التمساح جا عندهم، واليس انتبهت باللي هاد التمساح هو النيت اللي سرقت منه البيض، فهي نيشان ناضت بغات تعطيه البيض ديالو، ولكن التمساح ناض هجم عليها. في هذه اللحظه كايل تيرات عليه بالقرطاس، ولكن القرطاس ما دار ليه والو عاد ما زاد جارو. في هذه اللحظه كايل جرات لجهته وضرباته في عينه. من بعد هربت منه وشعلت العافيه في ديك البلاصه. عاد هي وصحابها خرجوا على برا، وفجاه جات الطياره اللي عندهم وقدروا يعتقوهم من هذه البلاصه اللي كان شبه مستحيل انهم يخرجوا منها عايشين. في اليوم اللي موراه كنشوفوا فرانك باقي عايش، ولكن واش غادي يبقى محبوس في الغابه ولا غادي يقدر يعتق راسو؟ هادشي اللي غادي نعرفوه في الجزء الثاني من اللي غادي يخرج. وهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيلم ديالنا.